هي شمعة الأمل التي تضيء الأيام والطريق نحو النجاح. نحتفل اليوم معكم بمديرة أنهت خدمتها بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميدان الشرف، ميدان التربية والتعليم. مديرتنا وصاحبة الفضل والعطاء هي الأستاذة المربية سناء عبد الرحمن محمد حمام. ولدت في 24 من شهر فبراير من العام 1963 بمخيم البريج، البلدة الأصلية اللد. تلقت تعليمها الابتدائي من الصف الأول وحتى الرابع في مدرسة البريج الابتدائية ألف، ومن ثم التعليم من الصف الخامس والسادس والمرحلة الإعدادية بمدرسة البريج الإعدادية ألف للاجئين، ثم المرحلة الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية عام 1980. التحقت في كلية بنات عين شمس بمصر عام 1982، وتخرجت من الكلية بدرجة ليسانس تخصص لغة إنجليزية عام 1986. مراحل العمل: عملت في البداية كمعلمة بنظام العمل اليومي لمدة 4 سنوات في مدرسة البريج الإعدادية ألف، مدرسة المغازي، مدرسة جباليا الإعدادية باء، وأخيراً مدرسة رفح الإعدادية ألف. تم تعيينها في سلك التعليم بوظيفة معلمة لغة إنجليزية عام 1992 للميلاد بمدرسة بني سهيل الإعدادية ألف، ثم انتقلت إلى مدرسة بنات البريج الإعدادية ألف، وقد عملت كمعلمة لغة إنجليزية لمدة 10 سنوات. وفي عام 2002 حصلت على منحة سفر إلى كامبردج في بريطانيا، وذلك لممارسة اللغة الإنجليزية في مدرسة ريدلي هول، مكافأة لها كأفضل معلمة لغة إنجليزية. تمت ترقيتها لمدير مساعد بتاريخ 1/9/2002 بمدرسة بنات البريج الابتدائية باء. تمت الترقية لمديرة مدرسة بتاريخ 1/11/2004، حيث عملت بمدرسة الرازي الابتدائية برفح لمدة 6 شهور فقط، ثم انتقلت للعمل بمدرسة جباليا الابتدائية لمدة 2 سنين، ثم كان مسك الختام والعمل بمدرسة خان يونس الابتدائية المشتركة باء من عام 2007 وحتى عام 2023 وبلوغ سن العطاء. يلا كلنا سوية نوقف ونضرب تحية كرمالك يا معلمنا، أو نسمع زقفة قوية. ويلا كلنا سوية نوقف ونضرب تحية كرمالك يا معلمنا، أو نسمع زقفة قوية. يا معلم بنحبك ويا ما قدمت لشعبك، كل الوطن بيفخر فيك، الإخلاص مكمل دربك، وانت الخراج أجيال وما همك سوء الأحوال، من تحت إيدك في العقد ورموز وأبطال. شكرا لك على أوقاتك التي قضيتيها في خدمة الوطن، وكل الحب لك على هذه الجهود والأداء المستمر لعملك الذي نتج عنه بناء الأجيال الشابة.
لضمان بقاء هذا الصرح التعليمي.